ايفونا المختفي تماما في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا مالك، يا مالك القلب، هل انتهى أمري يا أسرا حبي؟ ده انت الامر كله ليك يا ابني. انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو. دبابة من الجابون جاي من الوداد المغربي وباين عليه خامة تقيلة جدا وامكانياته كانت متنوعة، وشكله ده هو المهاجم المناسب اللي بيدور عليه الاهلي من زمان. اصل من 2009 الاهلي بيدور على مهاجمين ومش لاقي. ده المهاجم رقم كام ده يا اهلي عشان تعبت؟ ما بعدش يا جيمي. في صيف 2015 الاهلي بيضحي وبيعمل ميركاتو تاريخي، وعشان الصفقات الحلوه تكمل كان لازم الهجوم يكون على اعلى مستوى، والاداره اتعلمت من الاخطاء السابقه، والمره دي مش مهاجم اجنبي واحد، لا دول 2 مهاجمين ليهم سي في محترم ومتصنفين كلاس ايه، يعني متراهن عليهم ومنتظر نجاحهم. بس احنا هنسيبنا من المهاجم التاني ونركنه على جنب ونتكلم دلوقتي عن مليك ايفونا. صفقه ايفونا كلفت النادي الاهلي حوالي 2 مليون دولار، والصراحة مش خسارة فيه. لاعب دولي 23 سنة، عامل مستوى كويس مع الوداد، وكان هداف الدوري المغربي، وعنده المهارة والسرعة والقوة البدنية والفينش أكيد طبعا. ومسيرته مع الأهلي بدأت في كاس مصر في ماتش الجون اللي خلص 13-0، نزل بديل وسجل هدف. وسموحة هيلعب، ودي هجمة الأولى بعد اللعبة، ودي إيفونا بيجيب جول برضه، بياخد ثقة الملعب، ومالك إيفونا. والماتش اللي بعده نزل برضه نص ساعة كده وعمل اسيست، وطبعا كده لسه ما خدش فرصته او ما دخلش في فورمة الماتشات، ورغم انه شارك برضه في كام ماتش في الكونفدرالية لكن برضه لسه ما اعلنش عن وجوده، لحد ما انفجر بقى في ماتش اورلاندو وكان احسن لاعب في الماتش. وعشان الاهلي خسر اليوم ده محدش يهتم بمستوى ايفونا، لكن برضه كان في بشرة خير في المهاجم ده. على واحد اهو، ايفونا جول هدف واحد. ودخل الاهلي على السوبر المصري وعلى الدوري بعد كده، وايفونا ما كانش بيسجل واداؤه بقى مش مفهوم، والجماهير احتارت معاه، لكن واضح انه كان لسه ما تأقلمش، والاهلي كله كان بيقدم اداء وحش وهو لسه ما لقاش الفرصه اللي يظهر فيها، لحد ما جت الفرصه دي. هدفين في حرس الحدود كان باين فيهم التحرك والتمركز بتاعه. رمضان لو ظبط على يمينه حلوه، جول جول جول. قلت لحضراتكم تندع وبعدين تمطر، نفس السيناريو. وبعد كده هدف في أسوان كان فيه مهارة وذكاء. حلوة يا ابني، لعيب كويس. الهدف الثالث وبعدها هدفين في الشرطة سهلين شوية. جول 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 جول. يبحث عن هدف وكرة الرقم، ايفونا جول، ايفونا جول، ايفونا جول. يا كل ده حلو قوي، ومتهيألي ما كانش محتاج اكتر من كده عشان يثبت انه مهاجم كويس، ولكن جات له اصابة بسيطة وغاب شوية عن الفريق، ورجع على ماتش الزمالك اللي تقريبا بسببه اقنع الجماهير بانه مهاجم سوبر وجاي يكسر الدنيا. ايفونا المختفي تماما في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة، في وسط ثلاثة. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا مالك، يا مالك القلب، هل انتهى أمري يا أسرا حبي؟ ده أنت الأمر كله ليك يا ابني. الهدف ده اتبروز بسبب تعليق مدحت شلبي، لكن برضه هو اصبح هدف ايقوني في دربيات الاهلي والزمالك، والهدف الاجمل لايفونا مع الاهلي. يعني تشوف الكرة من الاول كده، المهاجم بياخد الكرة من نص الملعب وبيجري قدامه دفاع الفريق لحد المرمى وبعدين يسجل. ده شيء عبقري بصراحة. كان في سذاجة من دفاع الزمالك، بس الفكرة في التصرف اللي كان عند ايفونا، ان هو يفضل يجي شمال ويمين ويحاول يرقص الدفاع لوحده لحد ما يشوف زاوية يعرف يشوط فيها ويقوم مسجل الجون ده، يعرفك ان ايفونا ده مهاجم تقيل جدا جدا، وفعلا الصفقة سوبر. انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو. وبعد الماتش ده ايفونا للاسف مستواه نزل شويه، وايفونا وهيخلق مليك ايفونا يتقدم، مليك يقدر يا راجل. خاص بفريق الانتاج الحربي، تحرك مليك ايفونا يجيد التحرك، عدوبة
مش ممكن ايفونا مليك ايفونا رايح مليك ايفونا، هو الجول يا راجل. وايفونا بيعمل ايه؟ بيغير اتجاهات وضرب لخمه. بس حتى وهو بيضيع او بيقلش او مش مركز او ما عندوش توفيق ان يسجل، فبرضه كان مفيد جدا للفريق، وده اللي خلاه يفضل اساسي عشان اسلوب لعبه بيخدم جدا طريقه لعب الاهلي وقتها. هو مهاجم متنوع الادوار، ممكن يجري ياخد دور الجناح ويفتح مساحات، ممكن يشتغل محطه، وممكن يبقى جوه الصندوق، فهو في كل الاحوال كان افضل صفقات الاهلي في الموسم ده. داخل رمضان عايز يعدي ارضيه هوبا والهدف ايفونا. احمد فتحي ويلعبها بعرض الملعب، وادي مليك ايفونا جول ويسدد، ولكن اوبا جول اول. جول النهارده هو متخصص. وادي التمريره، ولكن جول عملها ايفونا. وانتصارين ايفونا من بره ال 18، ايفونا خطير، ممكن يا ولد يا لعيب. جول ايه يا ابن الجمال ده. ايفونا اتصاب مرة تانية في اخر الموسم، بس برضه اصابة بسيطة، وغاب عن اخر ماتشين في الدوري بعد ما تألق طول الموسم، وكان هداف الاهلي ب 12 جون، وده في اول موسم بس. لكن الموسم الاول لايفونا كان هو الموسم الاخير ليه مع الاهلي. بسبب تألقه ده جاله عرض صيني ب 8 مليون دولار، وده كان قبل التعويم كمان. يعني الاهلي جايبه ب2 وبايعه ب8، يعني في مكسب كبير جدا، وعرض صعب يترفض، ودي احسن فرصه للاستثمار في اللاعب. ايوه اخيرا الاهلي لقى المهاجم اللي يعوض فلافيو، لكن برضه الاستفاده الماليه مهمه، وممكن بفرق الفلوس دي يجيبوا مهاجم تاني ويبقى افضل منه كمان. المهم ان في النهايه رحل ايفونا، رحل وهو سايب ذكريات جميله جدا مع جمهور الاهلي، وده كان اول صفقه سوبر تدخل النادي بعد اماضو فلافيو من 2009. انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو، انا الاسد اهو. طب ايه مصير ايفونا بعد كده؟ هو كان فقد الشغف بره الاهلي، لانه تقريبا كان عايز يكمل مع الفريق. اداؤه ما كانش افضل حاجه بعد كده، قضى في الصين موسم، وطلع بعدها تركيا اعاره سنه، ومنها للبرتغال، قعد يتنطط هناك ما بين الفرق وما كانش مستقر، ورجع لافريقيا من تاني في 2020 على الصفاقسي التونسي، بس ما قعدش معاهم غير سنه، وبعدها قعد من غير نادي لحد ما بيرجع مصر من تاني، لكن المرة دي عن طريق بوابة أسوان. ولكن كالعادة ماتشات محدودة ومقدمش أي حاجة، وسنة واحدة وعقده انتهى، وحاليا ايفونا بدون نادي ومعرفش عنه أي معلومة تانية. وطبعا دي مسيرة غريبة على لاعب كان سوبر جدا في بدايته، وكان متوقع منه الكتير. لسه لينا حكاية مع المهاجم التاني اللي جه مع ايفونا، وده هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. لو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك وقول لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد وتكمل السلسلة معايا. يلا اشوفكم على خير، سلام.